طيب السلام عليكم. ان شاء الله ده هيكون اول فيديو يعتبر خلاص بقى ندخل بقى في التحضير بتاع الالكينات. فالفيديو ده هيكون تحضير ازاي نحضر، مش مثلا اول فرد، لا احنا هنحضر اي الكين. تحضير الالكين، بص بقى يا دكتور، عشان تحضر الكين لازم يكون معاك كحول. لازم يكون معاك كحول. بص بقى يا دكتور، بس الاول قبل ما ناخد التحضير احنا عايزين نفهم. يبقى افتكر ان انت لازم يكون معاك كحول. قلنا يعني ايه كحول؟ يعني حاجه ماسكه في ايه؟ ماسكه في او اتش كده. اي حاجه ماسكه في او اتش ده كحول. صعبه دي ولا اي حاجه؟ طيب بص بقى، شويه اسئله بس روتينيه وشويه حاجات كده. احنا قلنا ان احنا دلوقتي بندرس ايه الالكين. خلاص، ايه الالكين؟ طيب احنا قلنا ايه الالكين ده يا دكتوره؟ قلنا الالكين ده يا دكتور ان ده مركب، مركب ايه؟ مركب مشبع ولا غير مشبع؟ مركب غير مشبع، صح. الصيغه العامه للعيله بتاعته او السلسله المتجانسه هي سي ان اتش 2 ان. فانا مثلا لو انا كاتب سي 2 اتش 4، انا ضارب في 2 ولا لا؟ ضارب في 2 يبقى ده الكين. قلت لك سي 3 اتش 6، انا ضارب في 2 يبقى ده الكين. قلت لك سي 4 اتش 8 يبقى ده الكين يا دكتور. طب ينفع يبقى انا عندي الكين سي اتش 2 بس؟ لا، دي اسمها ميثيلين جروب مش الكين. ما ينفعش الكين من كربونه واحده. يبقى انا ما ينفعش عندي يكون عندي ايه يا دكتور؟ الكين من كربونه واحده. يبقى اول فرد عندي في السلسله هو المركب ده، اللي هو احنا غالبا هنحضره، بس انا قلت لك هعلمك تحضر اي حاجه. فده اسمه ايثين. خلاص، اسمه ايه؟ ايثين يا دكتور. خلاص. اما ده بروبين. اما ده يا دكتور اسمه ده بروبين. اما ده بيوتين. خلاص، ان شاء الله ما يكونش في اي مشكله في الحاجات اللي هي الايه، الحاجات دي. تمام. طيب فطبعا ممكن يجي يسالك سؤال ويقول لك مثلا انت معاك والله مثلا الكين، يقول لك ايه معاك الكين؟ هو اي حاجه. احنا قلنا الفكره دي والله بتيجي كتير. قلنا الكين ويديك احتمالين، يقول لك مثلا عدد ذراته 15 ذره، او يقول لك مثلا كتلته ايه، 70 جرام مثلا. قلنا والله دول بيتحلوا بنفس الحاجه. يعني لو قال لي مثلا كتله 70، عوض في القانون سي ان اتش 2 ان ويساوي ده بال 70 يا دكتور. خلاص. طيب السي بكام؟ ب 12، كتلتها ب 12، يبقى 12 ان زائد الاتش كتلتها بواحد، واحد في 2 ان ب 2 ان، يبقى دي كده 14 ان. يبقى ده بيساوي كام؟ ده بيساوي ال 70، صح. من هنا هتقسم هتلاقي الايه، الان طلع معاك بخمسة. يبقى انا المركب اللي عندي كان سي 5 اتش ايه، اتش 15. مش اتش 15 بقى، اتش 10. ليه؟ لان انا هضرب في 2 يبقى اتش ايه، اتش 10، ويبقى ده المركب اللي هو كان بيسأل عليه. طب لو هو بقى، تعالى نجيبها بحته انه نقول عدد الذرات. هتقول نفس القانون سي ان اتش 2 ان وتساويه بالرقم اللي قايل عليه 15، وتعوض عن السي بواحد والاتش بواحد، يبقى ان زائد 2 ان بيساوي كام يا دكتور؟ بيساوي 15. يبقى التلاتة ان بيساوي 15. يبقى الان بتساوي كام يا دكتوره؟ يبقى الان بخمسة. يبقى المركب ستيل برضك معاك سي 5 اتش 10، وطلعناه ما فيهوش اي مشكله. طيب فاحنا قلنا ان الالكين ده عباره عن مركب غير مشبع. يعني ايه غير مشبع؟ في رابطه واحده باي. لو لقيته اكتر من رابطه باي يبقى ده مش الكين، ده حاجه تانية بنسميها يعني هي حاجات تانية، مش الكين. خلاص، مالكش دعوه بالحاجات دي عشان حاجات مش حلوه يعني. طيب المهم ان هو لو غير مشبع ده في باي. الصيغه بتاعته قلناها سي ان اتش 2 ان. خلاص. ده مركب نشط. ليه نشط؟ لان هو في رابطه باي، انشط من الالكان. لكن لو الكاين، لا، الالكاين انشط من الالكين عشان في اكتر من رابطه باي، في 2 باي. نشط. طب هو بيتفاعل ازاي؟ لا، بيتفاعل بالاضافه. خلاص، بيتفاعل بالاضافه تجيب منه انت الكان. ما انا لو ضفت عليه يديني الكان. والالكان يتفاعل بالايه؟ بالاستبدال بقى. بعد كده اكنك دخلت في درس الايه، الالكان. قلت لك هي مترابطه. طيب فاحنا عندنا اول حاجه هناخدها ايه يا دكتور؟ التحضير. ازاي احضر؟ قلت لك لازم تبدا بايه؟ تبدا بكحول. تبدا بايه؟ بكحول. بص بقى يا دكتور، فكر معايا كده. انا ما بحبش اسرد المعلومه، انا عايزك انت تستنبط وتستنتج المعلومه. بص، لو انا مثلا ايه معايا يا دكتور، اللهم صل على سيدنا محمد، المركب ده سي مثلا، وهنا في ايه؟ اتشات مثلا. خلاص، هنا اتشاية. انا قلت لك بدايتك كحول، فانا هبدأ بده. انت المفروض تكون عارف اسم الكحول ده. ده يا باشا ايه؟ كربونتين، فده اسمه ايثانول. يبقى ده اسمه ايه؟ ايثانول. خلاص. طيب انا عايز اجيب من ده ايه بقى؟ عايز اجيب سي دبل بوند سي، وهنا اتشاية، وهنا ايه؟ اتشاية سي 2 اتش 4 يعني. طيب فانا عشان اجيب الشيء ده، يعني انا عشان اجيب انا حاسس ان دي ملخبطاك فانا هشيلها لك اهو. انا عايز اجيب ده دلوقتي. خلاص. فانت محتاج تشيل ده اهي، الاو اتش ده اهي، وتشيل اتش من هنا، صح، وتحط دبل بوند هنا، هيبقى سي 2 اتش 4. فانا محتاج انزع او اتش كده و اتش. طب دول مع بعض ايه؟ دول مع بعض ميه، فانا كده محتاج اشيل ميه.
طب ايه نزع الميه اللي عندك في المنهج؟ اللي بينزع الميه دوت حمض الكبريتيك. اللي بينزع الميه ده إيه يا دكتور؟ حمض الكبريتيك اللي هو رمزه H2SO4. يبقى ايه نزع الميه اللي عندك؟ تحفظوا لي صم كده، حمض الكبريتيك. طيب يبقى واحده واحده بقى. يبقى انا بدايتي كحول، فاحنا نبدا معانا ايه؟ معانا الكحول اللي احنا قلنا عليه، وليكن سي، وهنا فيها سي وايه، وهنا او اتشايه، وهنا ايه اتشايه، هنا اتشايه، هنا اتشايه، هنا اتشايه، هنا ايه اتشايه، ده ايه برضك اتشايه، وده اتشايه. طيب ده اسمه ايثانول يا دكتور، فاكر؟ ده اسمه ايثانول. طيب هنحط عليه، لسه قايل لك حمض الكبريتيك، انا عايز اكتبه كده اتش او اس او 3 اتش. عندك مشكله؟ ما هو اتش 2 اهي، اس او 4 هو. انا عايز اكتبه كده بحيث بقى نعمل ايه؟ ننزع. هقول بقى ننزع ده ايه؟ ننزع ميه كده اهو. يبقى انا شلت الحته دي. طب انت شلت دي، يبقى انت هتشبك من الرابطه دي، هتشبك ده بقى يركب هنا مكانها. يبقى المفروض اللي يطلع في المعادله دي التسخين عند 80 درجه. لازم تحفظ درجه الحراره، انا باكد اهو، احفظها انا قلت. فانت هيطلع معاك المركب. بص هنقل ده، هنقله كوبي بيست، هنقل ده كوبي بيست هناك، بس دي الاو دي هتخش هنا بقى، يبقى او اس او 3 اتش. يبقى انا عندي المركب اهو كربونتين، وهنا في او اس او 3 اتش قلنا، وايه، وتملى بقيه المركب اللي عندك، وتملى بقيه المركب اللي عندك ايه؟ اتشات. خلاص يبقى انا عايزك تعمل لي كده، ونملى ايه؟ بقيه المركب اتشات. المركب ده بقى بيبقى ليه اسم كده، اسمها كبريتات، كبريتات ايصايل كده هيدروجينيه، هي اسمها كده. طب افرض مثلا ايه، عشان بس ما تبصمجليش، افرض دي كانت 3 كربونات يبقى اسمها كبريتات بروبايل هيدروجينيه. افرض 4 يبقى كبريتات بيوتايل هيدروجينيه. ما تبصمجش، ما تبصمجش، ماشي؟ انا بقول اهو زائد H2O. خلاص، ما انا نزعت ميه، H2O الحته دي اصلا. طيب زائد H2O ماشي، المهم زائد ميه. تاخد بقى كبريتات الايصال هيدروجينات تعمل لها انحلال حراري. يبقى سي، هنا فيها اتشايه، هنا فيها اتشايه، هنا فيها اتشايه، هنا فيها سي، هنا اتشايه، هنا اتشايه. هي بص، انت بيبقى معاك السي 2 اتش 5 اللي هي الالكايل جروب اهو، ده اصلا الكايل جروب سي 2 اتش 5 اهو، وهشبك انا معاه او اس او 3 اتش. ونعمل بقى ايه؟ نعمل انحلال بالحراره عند كام يا دكتور؟ 180 درجه. يبقى التسخين في المره الاولى كام؟ 80. المره الثانيه كام؟ 180. طيب يديك الناتج بقى. طيب مش انا عايز احط دبل بوند هنا، يبقى انا لازم اشيل حاجه من هنا وحاجه من هنا، ما بحيث ان انا اطلع H2SO4 زي ما دخل زي ما طلع. يبقى انا اطلع هنا H2SO4 زائد ايه بقى اللي يطلع؟ الC2H4. تحط دبل بوند، ما هو انت شلت حاجه وشلت حاجه، حط ما بينهم دبل بوند، ركب دي هنا وركب دي هنا بدبل بوند، يبقى C2 كده اهو H ايه؟ H4. يبقى انا كده ايه؟ عرفت ان انا فعلا ايه؟ احضر الايه؟ الالكين اللي عندي ده C2H4، اتشاي هنا واتشاي هنا واتشاي هنا واتشاي ايه هنا؟ الC2H4. خلاص بقى احنا كده جبنا C2H4. طيب بص بقى يا دكتور دوت، لو انت خدت بالك كده هتلاقي ان ده وسيط. احنا المشترك في المتفاعلات والنواتج بيطير مع بعض. ازاي؟ ده في النواتج اهو، وده في المتفاعلات يطيروا مع بعض. خلاص، ده في النواتج اهو، وده في المتفاعلات يطيروا مع بعض. يبقى المعادلة المفروض تبقى كده، هجيب ايثانول واسخنه عند 180، يطلع معايا الايه؟ السي 2 اتش 4 زائد الايه؟ زائد الميه. خلاص، المعادله من الكتاب اهي. بص بقى، الاخر اهو مسخن الراجل عند 180، الراجل مسخن عند 180 وحاطط اتش 2 سي 4 بحيث ينزع ميه او اتشايه واتشايه، طلع ميه وطلع الايثين. يبقى اول حاجه الايثانول اهو نزع اتشايه مع الاو اتشايه بحيث يطلع كبريتات وكبريتات، وبعد كده تقول اسم الالكايل في الحاله دي ايثايل، لان عادي ممكن يبقى بروبايل او اي حاجه تانية. فاول مره بتسخن عند 80، تاني مره 180، اوعى تنسى دي. خلاص، طب تعالى ناخد مثال تاني في الايه؟ في التحضير. طيب تعالى ايه نحضر احنا حاجه تانية. تعالى نحضر بروبين مثلا 3 كربونات. يبقى انا عشان احضر بروبين، انت بتشوف انت عايز تحضر إيه؟ انت بتحضر اللي انت عايزه. انت في العضويه دي بتحول اي حاجه لاي حاجه. ده لو انت فاهم يعني البروبين ده. يبقى انا عايز مثلا دلوقتي نحضر بروبين. تفتكر الكحول هيبقى كام كربونه؟ ها شاطر، 3. يبقى انا معايا بروبانول 3 اهو. يبقى انا معايا ده كده. ولا احنا قلنا لازم يبقى كحول، لازم يبقى كحول يا دكتور. خلاص، فانا هحط له على فكره الاو اتش ينفع ممكن تلاقي الاو اتش هنا عادي خالص، بس هتمشي بنفس الحل اللي احنا بنحل عليه. خلاص. طيب لو انا دلوقتي حاطط الاو اتش هنا، اول حاجه نضيف ايه؟ حمض الكبريتيك بحيث انزع ميه. فانا هشيل، احط اتش او او اس او 3. انا كاتبه كده بحيث يسهل علينا. اول مره بنسخن عند كام؟ هقول 80 درجه بالظبط، الله ينور، بحيث ان انا انزع الميه دي واشبكهم مع بعض، يديك سي 3 اتش 7
البروبايل ماسك في OSO3H زائد الميه اللي احنا قلنا هننزعها H2O، تاخد ده وتعمله انحلال بالحراره، بتسخنه عند كام؟ 180 درجه سيليزيوس. وقلنا حمض الكبريتيك ده ايه؟ كونك، ده مركز، فايه ده كونك. طيب تجيب انت بقى C3H7، هتدي اتشايه من السبعه للاتشايه ده ايه، تطلع معاك H2SO4 خلاص، وتزود عليها ايه يا دكتور؟ C3H6 خلاص، وده الايه؟ الالكين بتاعك او البروبين بتاعك. في مشكله؟ وده بالنسبه لايه؟ للتحضير يا دكاتره، وان شاء الله يكون بسيط.